حسبي الله ونعم الوكيل. طالعين بكل بجاحة بيشككوا في مبادرة سطرت عرض 1000 بنت مصرية ويقولوا دي فلوس تبرعات، دي شركات اللي دافعة. طب يا سيدي يا فصيح زمانك ما تعمل زيها، استر بنت واحدة. الست دي سطرت 1000 بنت، ورينا شطارتك انت واستر بنت واحدة بدل ما انت قاعد ورا الشاشة بتبث سمومك دي. خلينا بقى نتكلم بالمنطق، انتوا بتتكلموا عن مين؟ دي السيدة الأولى حرم السيد رئيس الجمهورية، حرم السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة. شعوب وحكومات بتتعمل لها 1000 حساب، يعني بالبلدي كده لا محتاجة فلوس ولا محتاجة شهرة. المشكلة في النفوس اللي المرض اتملك منها، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. انتوا مشكلتكم مش مع الاشخاص، انتوا مشكلتكم مع اي حاجة حلوة بتحصل في البلد دي. كل اللي ضايقكم في الموضوع ان انت شايف قدامك ست مصرية اصيلة بسيطة شبهنا وشبه بيوتنا، شبه امي وامك وخالتي وخالتك. قسما بالله انا شفتها كأنها مننا. دي كلمة حق لوجه الله سبحانه وتعالى. لما بنشوف خير لازم نطلع ونتكلم عنه، مهما كان هنطلع وهنشيل جميلها فوق راسنا. مصر هتفضل تبني وهتفضل تستر اولادها وبناتها، وغلك وحقدك مش هيغير من الحقيقة شيء. الخير مكمل والبلد دي محمية باهلها الصادقين.